بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم اخوكم فارس. احنا في قسم ايه؟ أغذية. اغذيه. هنقول كلام 100 100. خلاص يلا بقى. كل ما له علاقه بالاغذيه. هقول ايه تاني؟ خلاص هنبدأ وهنشتغل. هتبقى كل حاجه هتبقى. يلا لا هو خليك انت زمن. ايوه كده. تعالى كده تعمل لي لا ده كده. انا مش كل ما له علاقه بالاغذيه ماشي. عايزني خلاص اقول بقى لك هنبدأ. يا حبيبي يا ابني مالكش يا ابني دعوة. مش فاهم. محمود ده مش فاهم. لا أقول له انا إيه؟ فاهم انت طب ماشي. دلوقتي مع فقرة اسر زراعة ونتكلم النهارده عن قسم علوم الأغذية، آخر قسم عندنا في السلسلة، يعتبر أكبر قسم عليه إقبال من الطلبة. قسم علوم الأغذية من الأقسام المهمة جدا في كلية الزراعة، وزي ما قلنا عليه إقبال جدا من الطلبة. حابين نعرف معلومات أكتر على القسم من داخل الكلية، تمام؟ إن شاء الله اللي عرفنا على المعلومات دي أكتر باشمهندس فارس. ازيك يا باشمهندس فارس؟ الله يسلمك يا باشمهندس محمود. قسم علوم تكنولوجيا الغذائيه يعتبر من الاقسام من اعلى الاقسام اللي في كليه الزراعه، الاقسام اللي عليها طلبه كتير. نقدر نقول كده ان القسم ده قسم الفلوس بقى، صح؟ لا هي مش حكايه فلوس. هو الاقبال دوت جاي نتيجه يعني كذا حاجه. كذا يعني عامل. كذا عامل. منها وظائف الشغل طبعا. يعني مثلا على سبيل المثال احنا الشغل عندنا بيبقى بيتمحور في المصانع كمهندس مثلا جوده او مهندس انتاج. يعني شغلنا في المصانع مش زي باقي الاقسام، ان انت مثلا كانتاج نباتي الشغل مثلا في المواقع وفي الشمس وهكذا. فيعني الى حد ما الشغل مريح. فهو دوت اللي بيخلي الاقبال عليه عالي شويه. يعني طبيعه الشغل بتاعته ان هي مريحه شويه. انما قبل ما نعرف عن وظائف تخص القسم، حابين الاول نعرف عن المعلومات عامه عن القسم، تمام؟ يعني بتدرسوا ايه درجه المواد اللي انتوا بتدرسوها، وطبعا الاقسام. يعني مثلا عندك القسم بيتقسم ليه؟ هو معلومات عامة عن القسم الأول. إحنا القسم بتاعنا بيدرس الأغذية من حيث المنتج النهائي. يعني مثلا قسم إنتاج نباتي دوت اللي بيزرعوا الزرع أيا كان. يعني مثلا بيزرعوا دوت القسم المسؤول عن مثلا إن أنت تزرع الزرعة أيا كانت بقى هي إيه. قسمنا احنا بقى اللي هو ازاي انت تاخد الزرعه ديت تحولها لمنتج نهائي. يعني على سبيل المثال بيزرعوا الفاكهه، احنا بقى ناخد الفاكهه نعمل عليها خطوات تصنيعيه ونوصلها للمشروب اللي حضرتك بتشربه، اللي هو علبه العصير. هو اسمه مشروب ما اسموش عصير يعني. طبعا ايا ده كان بيمر مراحل كتيره جدا. ما هو ده بقى الشغل بتاعنا اللي هو الخطوات التصنيعيه بتاعته. بالنسبه كدراسه برضو ان احنا هننقل زي ما احنا قلنا للشغل العملي، بس الاول واحده واحده. دلوقتي احنا هنتكلم كدراسه، دراسه المواد داخل القسم تبقى عامله ازاي. يعني عندك الطلبه دلوقتي داخل مثلا القسم ان هو شايف ان القسم الاغذيه ده يعتبر الوظائف بتاعته اكتر شغلا، تمام، ووظائف سريعه عن باقي الاقسام الثانيه، تمام. مع اننا حاولنا نوضح جدا في السلسله دي ان الوظائف كلها ليها شغل، تمام. الوظائف بس محتاجه ان انت شغل، محتاجه ان انت دراسه علميه كويسه، تمام، مع خبره انت بتاخدها بكورسات او شهادات. انت بتتكلم دلوقتي في المواد. فانا عايز دلوقتي تنقل لهم الصوره بشكل العلوم الغذائيه بالنسبه لدرجه المواد بتتخصص ليه؟ درجه المواد، انواع المواد. انت دخلتنا في كذا عامل دلوقتي، الصعوبه ولا الدراسه ولا ايه هي المواد؟ تخصص المواد. بالنسبه للتخصص، بالنسبه للقسم بيتخصص لايه؟ بيتقسم معاك ليه؟ ده سؤال لوحده. القسم بينقسم لايه دوت عندنا. احنا دلوقتي انت في سنه اولى جبت التقدير القسم، فبتخش بدايه من سنه ثانيه بتدرس القسم كله ولا علوم اغذيه. الاغذيه والالبان. هو عندنا القسم علوم تكنولوجيا الاغذيه والالبان اللي هم بتفرع لايه؟ لفرعين اللي هو قسمين. في بدايه سنه ثالثه انت بقى بتتخصص يا اما اغذيه اما البان. ودوت ما بيبقاش على التقدير، ده بيبقى انت رغبتك انت عايز ايه، يعني اغذيه او البان. يعني مش شرط مثلا يجيب تقدير معين. لا دوت في ان انت تجيب القسم كعلوم اغذيه لازم تجيب القسم بتاعه. انما داخل القسم انت عندك مش 2 بقى، اسف، عندك 3 اغذيه واما البان واما علوم. جدا وبتقول كلام جميل جدا. ماشي. الغذائي. طب نكمل ولا اخويا فيليبس بتاع تمام راجل الصح برضه. عندنا اما اغذيه اما البان اما علوم اما شعبه عامه. دي شعبه عامه بتدرس ايه؟ الاثنين. اغذيه بتدرس كل ما له علاقه بالاغذيه زي ما انا كلمتك في المنتج النهائي، يعني من حيث جودته، من جوده المنتج، خطوات بقى التصنيع، في كل ما له علاقه بالاغذيه. الالبان هي بتدرس الالبان بس. الاغذيه كل ما له علاقه بالاغذيه ما عدا الالبان ده قسم لوحده. انما الشعبه العامه بتدرس الاثنين بس. وتفصيل اكتر، يعني الالبان انت بتدرس فيه، يعني بقول لك كل ما له علاقه بالالبان من حيث بقى انت دلوقتي مصانع الجبن، اي مصنع جبنه مثلا، مصنع اوبرلاند، دومتي، ايا كان بقى، دي كلها تخصص البان.
في اللي هو ازاي ياخد المنتج الخام، الماده الخام بتاعتهم اللي هي الاساسيه، الماده الخام الاساسيه اللبن. وتقدر كمان تنزل فرص تدريبيه اصلا خلال فتره الدراسه، تتعرف على الحاجات دي بشكل اكبر، بشكل عملي يعني. ما هو ده لسه عنصر تاني هنتكلم عليه. نخلص بس القسم الاولاني، نخلص العنصر الاولاني اللي هو ماشي، هو كده خلصناه، اللي هو عندك الاغذيه، كل ما له علاقه بالاغذيه، الالبان. عايزين نعرف بس نعرفهم درجه صعوبه المواد. شايف المواد صعبه او طويله؟ يعني الماده دلوقتي مثلا او مواد قسم اغذيه، هل هو عشان قسم عالي فدرجه صعوبه المواد بتبقى عاليه وتبقى اقل فرصه انك تجيب مثلا تقدير في القسم ده مثلا؟ لا هو بيعتمد على الدنيا بتبقى سهله يعني؟ لا والله، هو الدراسه عندنا يعني من وجهه نظر الناس كلها هي دراسه متوسطه. يعني بالنسبه لشخص بيذاكر كويس جدا جدا فالموضوع بالنسبه له سهل جدا، بالنسبه لواحد ما بيذاكرش فالموضوع صعب. بس في المجمل هي الدراسه متوسطه الصعوبه، يعني ما تقدرش تقول عليها سهله ولا صعبه. يعني انت لو بتذاكر زي ما احنا قلنا، يعني في المجمل الدراسه متوسطه. هتذاكر بتحتاج حفظ كبير يعني؟ ما هو على حسب الماده يعني. ايوه طبعا، يعني مثلا عندك ماده، ايوه كل حاجه محتاجه الحفظ والفهم بتاعها. يعني ماده مايكروبيولوجي مثلا، ماده عندنا من ضمن المواد، ما انت لازم تحفظ اسماء الميكروبات، والميكروب دوت بيتسبب في ايه، بيعمل ايه، وجاي منين. تمام؟ يعني انت لازم تبقى حافظ الكلام ده كله، وتفهم بقى يعني ازاي انت تتغلب عليه لما تلاقيه. يعني ازاي بقى انت تطبق بقى انت النظم الوقائيه بتاعته، كخطه مثلا هسب، ايا كان بقى حاجات في الشغل عندنا احنا بنعملها ان انت بتتحكم فيه. فيعني الموضوع حفظ وفهم الاثنين. جميل قوي. بما انك دلوقتي يعني يعتبر بقالك اكتر يعني داخل سنه كده في القسم، تمام؟ تنصح مثلا او شايف مثلا دلوقتي اللي داخل القسم يقدر يستغل القسم ده باكتر فائده ازاي؟ هل مثلا في كورسات وتدريبات يقدر ياخدها، تمام؟ ولا ان هو يشتغل في الدراسه بس، تمام، ولما يتخرج هيبدا الحاجات دي سهله بعدين؟ دي برضه نقطه بتحير الناس بتبقى داخله متشتته، وانا اشتغل او اركز في النظري ولا اروح بقى اخد تدريبات عمليه؟ لا هو احنا عندنا ميزه كويسه جدا في القسم بتاعنا مش موجوده في باقي الاقسام، ولا عند اخويا محمود بقى، سامحني يا حود، ولا عند اي حد. ان احنا عندنا الكليه يعني بتعمل لنا تدريبات، يعني بتعمل لنا تدريبات وزيارات كتيره للمصانع فعلا. يعني القسم بتاعنا، يعني احنا من فتره لسه جايين من مجموعه مصانع، يعني بنروح زياره نزور فيها. اغنيه بقى نعمل ايه؟ اغنيه يعني ماشي، خليها عليك. بندرس، بنخش المصانع بنشوف المصنع شغال ازاي وهكذا. فاحنا بن عندنا خلفيه الشغل بره ماشي ازاي يعني، ودوت يعني بقول لك تبع الكليه ذات نفسه. وده بنقطه التدريبات وكده. بس انت بتنزلها زيارات، يعني ما بتنزلش يعني لحد دلوقتي. انا لسه في سنه ثانيه فانا ما نزلتش تدريب بايدي، بس نزلت زياره، بنزل بشوف المصنع ماشي ازاي من بدايه خالص. بيتشرح لك برضه الحاجات. ايوه طبعا. يعني بنروح المهندس يفضل ماشي معانا يورينا حته حته في المصنع، وبيعرفنا كل حاجه في شغاله ازاي. ديت ودي كله تبع الكليه، يعني الكليه اللي بتنظمه. تمام؟ وبالنسبه بقى للدراسه، الدراسه طبعا بتفيدك في الشغل. يعني انت مثلا مش عندنا، مش الدراسه في حته والشغل في حته تانية. انت اصلا لو مش عندك المعلومه انت مش هتعرف الحاجه دي قدامك، الجهاز ده اصلا اسمه ايه. بالظبط. انت حته انك بقى طبعا في اجهزه جديده وفي اجهزه جديده، دي برضو عيب برضو على الناس. تقول خلاص انا دخلت القسم ده مفيش مشكله تقدير او معلومات، انا كده كده هتخرج هشتغل مهندس وخلاص. الموضوع بالنسبه له دايما يا جماعه الطلبه بتقرا حته الاستقرار. تمام؟ هنتكلم دلوقتي عن نقطه مهمه برضو، ان في نقطه الوظائف، ان برضو وظيفه علوم الاغذيه مش بتنحصر بمجال المصانع، في مجالات كتير جدا. تمام. هو الشغل بتاعنا احنا لنا كذا اتجاه. يعني مثلا القسم بتاعنا ممكن تعمل دبلومه وتبقى، لو انت بتتكلم عن حته الوظائف عايزين نتكلموا بقى حته الوظائف. هل علوم الاغذيه قسم بينحصر في المصانع بس، مهندس جوده؟ وكمان اصلا حته مهندس جوده دي يا جماعه انا اسف يعني من اي اقسام تقدر تاخد اي كورس وتقدر تبقى مهندس جوده. موضوع مش بيترتب على حته علوم اغذيه تبقى مهندس جوده، فاهمني؟ لان انت تقدر تاخد اكتر من كورس زي كورس الايزو، تمام، وبشهاده معتمده. الفكره انك مش اللي هو دخلت القسم ده فعشان القسم ده تطلع حاجه مثلا معينه كمهندس جوده ولا حاجه زي كده، لا. الفكره انت خبرتك في المجال ده وايه الحاجات اللي انت اتعلمتها فتثبت انك تكون في المهنه دي كويسه. تمام؟ فهنوضح دلوقتي ان وظائف قسم علوم الاغذيه بجانب المصانع هو بينتشل حاجات كتير جدا وحاجات احسن اصلا.
هي مش حكايه بقى حاجات احسن، احنا هنتكلم والاحسن دي بالنسبه لكل شخص. يعني انا بالنسبه لي الاحسن بالنسبه لي غير الاحسن بالنسبه لك. يعني احنا عندنا، انا برضك مش مجمع كل الوظائف لان زي ما انا بقول لك لسه في سنه تانية. فدلوقتي احنا عندنا مثلا ممكن شخص يخلص ياخد دبلومه في يشتغل اخصائي في المستشفيات في تقديم الوجبات، شغلانه كويسه جدا جدا واللي بيحبها، ووظائف تانية كتير. وبالنسبه الاساسيه بتاعتنا الشغل، الحاجتين الاساسيتين بتوعنا اللي هي بتتمحور حوالين القسم دوت اللي هو مهندس جوده ومهندس انتاج في المصانع. يعني دولت ده اللي بيبقى فيه اجبار كتير عليهم. ايوه، ما هو ايوه ده الاساس بتاعنا، المهندس جوده وانتاج. والجوده برضك انت ممكن زي ما انت بتقول مش شرط احنا القسم بتاعنا بس، ممكن قسم تاني ياخد فعلا الكورسات، وممكن كليات تانية. يعني مثلا عادي ممكن اي حد من كليه تانية زي ما على سبيل المثال كليه علوم. في ناس بتعمل حاجه زي دبلومه كده، اصلا دبلومه اغذيه، وبيقدروا ان هم يشتغلوا في المجال ده. انت لو حابب تشتغل المجال ده عادي يعني. تمام. هو تمام. ويعني ديت كشغلانه اللي هي مهندس الجوده ومهندس الانتاج. مهندس الفرق بين الاثنين، المهندس الجوده دوت اللي مسؤول عن تحليل العينه. يعني مثلا جاي لك شحنه ايا كان الشحنه اللي جايه لك، مثلا شحنه لبن جايه المصنع، انت المهندس الجوده هو اللي بياخد العينه ويحللها ويشوفها مطابقه للمواصفات اللي هو يعني مواصفات المفروض تخش بها المصنع ولا لا. يعني على سبيل المثال اللبن دوت فيه مضادات حيويه ولا لا، طبعا لو فيه يترفض المنتج ما ينفعش يتقبل، وهكذا نيابه على عده عوامل هو بيحددها. يعني نيابه على المنتج دوت في يعني المنتج دوت بقى له شروط عشان يخش المصنع، طابق الشروط دي فبيخش، هو دوت ما طابقش طبعا بتترفض. ومثلا ممكن يبقى جاي على اساس مثلا لو احنا بنتكلم في لبن على اساس يبقى هو جاي المفروض نستلمه بنسبه دهن 5%، لقيناه 3%، فاحنا كده نرفضه؟ لا مش هنرفضه، هناخده بس هناخده بسعر اقل، لان مثلا ديت العنصر دوت اللي هو مثلا الدهن بيبقى محدد ثمن اللبن، وهكذا. فديت وظيفه مهندس الجوده. ومهندس الانتاج بقى هو اللي بيبقى مسؤول يعني عن خط سير العمليه في التصنيعيه، يعني على خط سير المنتج وهو ماشي في المصنع. يعني الماده الخام دخلت التصنيع وبيتم عليها اجراء العمليات التصنيعيه، يعني زي مثلا مثلا لو احنا بنتكلم على فواكه يبقى الغسل والفرز وهكذا الى اخر العمليه لغايه تعبئه المنتج النهائي. هو المسؤول عن خط سير العمليه دوت الفرق بين مهندس الجوده ومهندس الانتاج بس. وطبعا في وظائف تانية كتير زي ما قلنا اللي هي اخصائي ممكن برضو في تغذيه، وظائف بقى النظريه زي مراكز البحوث طبعا الحاجات والمعيدين. حاجات اساسيه يا جماعه في اي قسم، اي قسم انت ممكن تشتغل في مركز يعني. بالظبط كده. يعني ده ممكن تبقى اعلى ناس مثلا في الجي بي اي بتاعها دوت ممكن تعينوا، او مراكز برضه البحوث دي في كل قسم بقى، يعني مش لازم نذكرها، ديت الناس عارفين نفسها. يعني نسال سؤال جدالي بقى، نقدر نقول قسم اغذيه هو القسم اللي فيه وظائف بس، والقسم اللي نقدر نجيب منه فلوس عكس الوظائف الثانيه؟ هي مش حكايه فلوس، هي كل الاقسام بتجيب فلوس وكل المرتبات، يعني دلوقتي كل المرتبات ماشيه في 7000 جنيه واحنا عندنا نفس الرينج دوت. يعني الموضوع مش حكايه انت بتبدا يعني انت يعني اي قسم عندنا دلوقتي اي قسم هو 7000 جنيه، ده البدايه لاي حد اي قسم. يعني مش حكايه بقى فلوس ولا حكايه الكلام ده، هي حكايه بس انك تتعلم وتزود خبره. انت متزود يعني مثلا لو نيجي دلوقتي في المصانع اللي عندكم دي، لا انا اسف، في ناس بتبلغ مبالغ محترمه جدا 20,000 و18 فمبالغ عاليه، وعلى حسب الشركه اللي انت شغال فيها، بناء على خبره الراجل ده قد ايه في الشغل ده. تمام. ايوه. طيب احنا برضو نقدر نقول ان دي حته مهمه جدا، ان في عندكم برضو شغل في الزيوت رهيب جدا جدا. ما ده اغذيه والراتب بتاعه هنقول برضو عالي. أيوة، يعني الراتب بتاعه برضو كام؟ ممكن مش يحتاج سنه خبره كتير، بس يحتاج شغل كويس على المكنه اللي انت شغال عليها وعلى استخراج الزيوت دي، بيصل فعلا انا سالت الصح فوق ال 10,000. ايوه فكبدايه كويسه جدا. يعني كنا في احدى المصانع كنا لسه فيها من كام يوم بدون نقول اسم الشركه عادي شركه ودي مش داعي يا جماعه. يعني مثلا شركه من اكبر الشركات في تصنيع الزيوت، شركه ارما يعني، ولا بلاش حته اسم الشركه بقى شيلها في المونتاج بقى وخلاص. كل ده في المونتاج ماشي. ارما شوفها في
عشان جوده الصح الصح و يا عم لو مسكت الزبونه بلاها على ظهرها بتبقى ارم. ما دوت، ما هو اي مصنع زيت بيبقى تابع له مصنع صابون عشان بيصنع منه. وصلت للصابون زيت سمنه. ايوه، ما عشان بيصنع من الزيت، عشان ايوه عشان مثلا موضوع الزيت ايوه، انا ده موضوع مهم برضه. ما ده الزيت لو مش تمام ان انت تصنع تعالى يا زيت. عم، والراجل ده محترم انا من كتر ما عالي قوي. من كتر ما شفت اسمها فكرتها والله العظيم اللي هي بتاعت الشكاوى، الشركه اللي مسؤوله عن ايه. انت مش هتدخل الحته دي في المونتاج عادي؟ تمام. ده هندسه صح؟ هندسه. بقول لك فكرت هم هندسه كده يا جماعه دايما بيبقوا طيبين. فكرت ارما ديت اللي هي انت بتكلمها مثلا مسؤولة عن الشكاوى اللي هو الحاجات اللي هي لا ديت اسم الشركه بس. إدارة مثلاً. لا ديت اسم الشركه. انت لو عايز تتكلم معانا هو انا كنت مش هنقول اسم الشركه بس قلناها. يعني هو بيتكلم بقى في حته المرتبات. عادي. يعني احنا بنتكلم بقى كمرتبات عاليه، ايوه عشان دي شركه كبيره جدا جدا، فهي المرتبات فيها عاليه جدا. احنا سالنا المهندس شغال هناك كان بيقبض مرتب كبير، يعني اعلى من 15,000. وخبره، بس يعني خبره مثلا 5 سنين ولا كده هيعدي ال 15 هيعدي ال 20 عادي جدا. في نفس الوقت برضه يا جماعه انا اسف بس يعني. انت مسكت في الزيوت، مش معنى الزيوت يعني. لا، ما الزيوت شايف ان في أكبر. ايوه برضو يعني انا مش عايزك تاخد الوظيفه وتاخد القسم برنج مرتب، تمام؟ انا عايزك اي قسم انت داخل فيه انت حاول كل ما تجتهد. يعني انا عايز اقول لك هتعدي عامل الخبره دي، تمام؟ لان عندك معلومه، ما دام انت عندك المعلومه هتتقدر بالقيمه القيمه الكويسه. ان انت دلوقتي لما تيجي تشتغل في مصنع او تيجي مثلا تشتغل في مشروع او تبقى ماسك، يعني انت ليه اصلا تروح تشتغل ويبقى حياتك كلها ان انا شغال عامل تمام بمرتب لو هنفترض فوق 10,000 حاجه زي كده؟ ليه ما خبرتك ما تزيدش وتمسك رئيس مشروع؟ تمام. دلوقتي لما يجي حد برضو يخش من القسم شايف ان القسم جميل قوي، ان ممكن يكون حد عارفه فعارف ان هو مثلا ده مثلا ماسك كذا بيبقى مرتب كذا، ده ماسك رئيس مدير تنفيذي. هو انت بتحب اللقب اصلا يعني مش حابب القسم. خلي بالك نفس الكلام ده ونفس الالقاب العاليه دي موجوده في الاقسام الثانيه، فاهمني؟ بس الفكره ان انت واخد باك جراوند، تمام؟ ان ان الشكل ده بالنسبه لي كويس، الشكل ده بالنسبه لي حلو، انا عايز اكون فيه بغض النظر بقى. بس انت ماسك في حته الفلوس يا محمود. هو انت ما عندكم ما بيقبضوكوش ولا ايه؟ ما كلها فيها فلوس وكلها بتقبض عادي يعني. بننزل بالمجان يا ابني. ايه بننزل بالمجان. ماشي، ما انت لازم تنزل تتدرب في البدايه، مش حته بقى فلوس هي كلها. عايزين نختم نقول للطلبه التقدير الخاص بالقسم. التقدير طبعا يعتبر من اعلى التقديرات، فعايزين برضو هو التقدير بيتفق على حسب الاجبار، بس عايزين مثلا تعرفهم التقدير بيبقى ماشي ازاي. ايوه التقدير احنا عندنا القسم بتاعنا هو اعلى GPA، يعني اعلى مجموع في الكليه زي ما قلنا، عشان عوامل كتير اللي هو الشغل الكويس اللي الى حد ما المريح بالنسبه للاقسام الثانيه، مش صعب كمواقع شمس وهكذا، فالاقبال عليه عالي، فالقسم التقدير بتاعه GPA عالي يعني. ودي وظائف للبنات كويسه طبعا، صح؟ ايوه طبعا. يعني مثلا حته التغذيه اللي الاخصائيين تغذيه بنات كتير بتتجه ليها، وبرضك عندنا بقى في شغل برضك للبنات. بس يعني الامانه يعني انا لما بشوف الوظائف انا ما اعرفش، يعني انا ما اعرفش البنات بيبقى برضك زينا كفرص كتير لها ولا لا. بس انا لما بشوف وظائف للشركات يعني وشركات كتير يعني بعض الشركات تقول لك ذكور فقط ذكور فقط، ومش حته ذكور فقط ان هم بنات نمسحها في الفيديو. لا مش هنمسحها دي حته مهمه. ماشي. ذكور فقط ديت مش عشان احنا احسن منهم، لا، ده بالعكس. يعني انت البنات متفوقين علينا دراسيا، يعني بيجوا جميع اعلى مننا، لكن انت كده بتقاطعنا اصلا. لا طب ايه ده؟ مطلوب 3 مهندسات حديثين التخرج للعمل. بص يا جماعه احنا ما جبناش حاجه من عندنا والله، يعني بص انت كده تسكت يعني خالص. هم عندك لا يعني هم ماشي، يعني هم عندنا ماشي، يعني هم عندك ذاكرين مهندسات فقط. اقول لك ماشي، اقول لك حصري. لا انا مش كلامي غلط، بس هقول لك السبب عشان يدوهم مرتبات اقل مش اكتر. يعني هم ممكن يكونوا لا يا باشا ابحثوا على النقطه دي. ايوه هم ممكن اللي يقول لك بنت فقط دي ومصنع يبقى عشان يدوهم مرتب قليل، فده من وجهه نظري انا ما اعرفش، بس اكيد عشان يدوهم مرتب قليل. او عشان بس تبقى اداه. طب انت تيجي تعمل فيديو مكاني صح ولا ايه؟ احنا بنخلص عشان الفيديو طول كده. انت داخلين في التلت ساعه ايه طب تنصح الطلبه بايه اللي داخل؟ طب انت دلوقتي قطعتنا اصلا بحته الذكور والبنات، ما كملتش النقطه. طب كملها. نكمل حته اللي هي بتاعت الذكور فقط ديت، عشان مثلا المصانع يبقى عندها ورديات، يعني تغيير ورديات، يعني مثلا الشغل من
الشغل بيبدا مثلا من كام، انا مش عارف، مثلا من 8 مثلا، من 8 ل 4، من 8 ل 4، وبعد كده تفضل فتره على كده، وبعد كده من 4 تكمل بقى من 4 ل 12، من 4 شو حط بقى 8 ساعات بقى 8 ساعات وهكذا. فانت شويه هنا وشويه هنا وشويه ورديه ثالثه، فهكذا. فالبنات بقى صعب عليها الموضوع ده، بس انما الشغل موجود للبنات وموجود للولاد برضك. انا ما رحت مصانع، رحنا قبل كده برضك احدى المصانع، برضك كان مهندسه الانتاج، يعني مهندسه الجوده شفتها كتير في مصانع كتير، انما مهندسه الانتاج شفت برضك، رحت مصنع رنجه قبل كده، كانت المهندسه اللي واقفه على خط التصنيع بنت، يعني مهندسه، يعني مش حكايه برضك ذكور واناث، يعني موجود هنا وموجود هنا. والجوده طبعا يعني ما اعتقدش ان هم هيدققوا فيها قوي، فعادي. يعني حته مهندس الانتاج ممكن يفضلوا ذكور فقط اكتر، علشان احنا عايزين نتكلم في التقدير، حته الشخصيه على العمال وكده، ان انت تبقى لك تعرف تتعامل مع العمال. بس دي حته. بالنسبه للتقدير، تقدير القسم، تقدير القسم عندنا احنا اتكلمنا واحنا اتقطعنا فيها، تمام، بس ماشي. التقدير القسم عندنا احنا قلنا اللي هو من اعلى الاقسام كجي بي اي، ومش بنقول اعلى الاقسام اللي هو احسن الاقسام، لا، يعني كل الاقسام كويسه وكل الاقسام فيها شغل زي ما قلنا، لكن اعلى المجموع عشان الاقبال عليه بس. فالجي بي اي يعني بيختلف من سنه للتانيه، وبقى على حسب مجموع اعتباري اللي هو المجموع الكلي، ومواد معينه، يعني زي الماده اللي كان لها علاقه بالقسم عندنا، كانت مواد معينه زي ماده مش صناعات صناعات اغذيه. القسم بتاعكم مش فاكر القسم. ايوه. طب معلومه برضك، محمود يا جدعان لسه جايبنا، لسه خارج من الامتحان وجابني علينا، يعني الموضوع كله ما فيش تحضير ولا اي حاجه، واياك بقى تقطع الحته ديت، ماشي؟ يعني كل الكلام اللي احنا بنقوله ده يعني والله مش محضرين اي حاجه، لسه طالع من الامتحان بيقول لنا نعمل فيديو دلوقتي. يا ابني طب نحضر نقول اي حاجه، قال لي لا، عشان ننقل لهم كلام من الواقع، مش عارف يعني الموضوع جاي تلقائي، يعني مش محضر اي حاجه. نقدر نقول ان هو من اعلى الاقسام يعني. يعني احنا برضه قلنا مثلا ولا لا مش الدرجات دي يعني يا محمود، هو مين اللي هيجيب المجاميع دي غير فئه قليله يعني احنا المجموعه عندنا يعني ده جايب A- تمام بس مش راضي يتكلم. A- يعتبر اقل واحد في القسم عندنا، هو يعني تقريبا برضه هو بياخد يا اما جيد جدا مرتفع، الامتياز منخفض جدا، جايب يعني درجات عاليه في المواد اللي احنا اتكلمنا عليها، دي مهمه قوي. يعني هي بتتحسب، يعني هي الماده اللي لها علاقه بالصناعات وماده الكيمياء ومع المجموع الكلي، فكده بيعملوا مجموع اعتباري. فالمجموع الاعتباري كان قسم طالب تقريبا 140، فانت بقى انت طبعا دلوقتي اكيد عارف يعني ايه مجموع اعتباري، فانت بتشوف المجموع الاعتباري بتاعك وصل مثلا 141 142 الى فيما فوق، فانت كده جبت المجموع الاعتباري اللي هو متوسط. يعني انت لازم تكون جايب متوسط حوالي في التقدير العام، يعني جيد جدا مرتفع، تقدير عالي في التخصصات اللي يخص القسم، وجايب برضه في التقدير العالي جي بي اي عالي. يعني في الغالب يعني اقل درجه ممكن تبقى جيد جدا مرتفع في الغالب يعني، انما هي الاساس بتاعها مجموع اعتباري. تنصح الطلبه بايه اللي داخلين القسم؟ القسم عندنا كويس جدا، فرص شغل وكل حاجه بصراحه، يعني ما فيش حد دخل القسم واشتكى منه، الا يعني طبعا بنشتكي من المواد وبنشتكي من الحاجات تانية، بس عامه في المجمل انا لو رجع بيا سنه اولى هختار التخصص ايه، طبعا هختار نفس التخصص. فيعني هو قسم كويس وقسم جميل، وما فيش حد دخله وقال لك انا عايز اخش مثلا قسم تاني، ما حدش دخل اغذيه قال لك انا عايز اخش تمام. فيعني احنا عندنا قسم جميل جدا ومفيش حد ندم ان هو دخله بس. فيعني لو جبت مجموع القسم فربنا يوفقك فيه ان شاء الله. شكرا جدا يا باشمهندس فارس على وجايبنا والله يا جدعان. لا ما لازم ناكد على المعلومه دي، مش محضرين اي حاجه، فلو في بقى اي خلاص تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي مع نهايه حلقتنا في فقره اسر الزراعي، وكده خلصنا فقره اسر الزراعي الخاصه بالاقسام. مستنينا نشوف تعليقاتكم بخصوص السلسله، وحابين نقدم